هشام جلالي ضابط شرطه معزول. متابعه التصريحات اللي قمت بها وفي اطار ديال الدفاع ديالي على بالنسبه للشطط اللي تعرضت ليه والتعسف اللي تعرضت ليه سواء على يد المديريه العامه ولا يد المسؤولين في مدينه خريبكه. دابا راه تنتعرضوا للتهديد في عائلتي، بحيث ان خويا الصغير عنده 19 عام كان تيلعب مع الدراري في الزنقه. جاو البوليس هزوه داوه للمداومه وتم الاعتقال ديالو وضعوا تحت الحراسه النظريه. اول حاجه ما طبقوش الماده 66 من قانون المسطره الجنائيه اللي تيفرض عليهم باش يخبروا العائله. حنا ما تخبرنا حتى الغد في العشيه قالوا لنا الناس قال لك راه بالنسبه لخوك راه كان بارك تيلعب، وجاو داوه ما عرفناش علاش حتى تنتفاجئوا بان مقدموه على حساب السرقه، انهم نفذوا الوعود ديالهم انا داروا ليه السرقه الموصوفه. اول حاجه في المشاكين فينا هما، ثاني حاجه بالنسبه للادوات اللي مستعمله في السرقه فينا هو السرقه، فينا هو هذا اللي شرا من عنده ولا فين هذا اللي ما كاين حتى شي حاجه. الاخ ديالي ملي مشى يزورو في السجن قال ليه بانه قالوا ليه هرب السمره ما عندك والو راه غادي تخرج، وملي تمشي عند قدام الوكيل العام غادي تقول ليه راه غادي تجبد شي اطراف اخرين راه هما اللي غادي يلصقوا لهم هذا. من بينهم واحد هنا ولد البيوت تيقول ليه الشعويه، يعني بغاو يلصقوا فيهم تهم وبغاو ياكدوا عليه هو ما جبد حتى شي واحد. حنا تنامنوا بالقضاء وتنامنوا باننا في دوله ديال سياده الحق، سياده القانون والسياده ديال الحق، انهم صيفطوه للحبس. وبالنسبه اثناء دابا في الوضع ديالو بالنسبه للتحقيق باش يدوز عند قاضي التحقيق، تفاجئ في السجن خبرنا بانه شي وحدين صرحوا لي انهم تعتقلوا من اجل المخدرات. قالوا لي بان هنا في الشرطه القضائيه قالوا لهم ملي غادي تدوزوا عند الوكيل الا بغيتونا باش نقادوا معكم مزيان قولوا لهم بان ضابط الشرطه جلالي هو اللي كان تيزودنا بالحشيش والمخدرات. يعني هاد الناس هادو ولاو تيستهدفوني. الاولى انهم زوروا الوقائع اللي صيفطوا بهم الاداره العامه باش تسبوا في العقوبات اللي تعرضت ليها، انني ما كنتش حاضر نهار جابوا داك السيد من البيرمانونس وكاين سجل ديال قاعه المواصلات انا ما رجعوش ليه. ثاني حاجه ان كان شخص موضوع تحت الحراسه النظريه ونظرا للاشخاص بداو تيهدوا فيهم حيدوه من تحت الحراسه النظريه وطلقوه من ورا 5 دقائق وكذبوا على النيابه العامه، وكانوا متلقين تعليمات من النيابه العامه باش يوضعوه تحت الحراسه النظريه. مني بديت تندافع على حق ديالي ولا المشكل ديالي اللي تاخذ واحد الصبغه اللي هي وطنيه وربما حتى دوليه، هاد الناس ولاو خايفين على راسهم ولاو تيهدوني باش نسكت. وني ما بغيت نسكت راه ولاو دابا تيهدوا في العائله ديالي. مسؤول قال لخويا قال لي غادي نصيفطك بالمؤبد. الاخر قال لخويا الصغير 19 عام جاو هزوه من الزنقه قال لي غادي نصيفطوك انت وخوتك كاملين نصيفطوا باباهم للحبس. حنا راه في دوله ديال الحق وسياده القانون. هادشي اللي بنتي يخطب الملك الله ينصرو في الاخر ديال اي خطاب تيقول في دوله الحق، في دوله الحق وسياده القانون. كذلك مني وجه الخطاب ديالو للوزير العدل قال لي طبقوا العدل وطبقوا القانون لو كانت التوصيه من داخل القصر الملكي. هاد الناس هادو راه ولاو مستهدفيني وليت خايف على راسي، ولات العائله ديالتي عايشين مخلوعين. نفذوا الوعود ديالهم في خويا الصغير داو وسناو على وثائق وقالوا ليه باش يجبد الدراري اخرين واخا ما دايرين والو. انا راه وليت خايف على راسي. الا كانت الدوله ولا المسؤولين اللي انايا دابا 7 شهور وانا تنطالب باش ما تنطالب والو باش يديروا بحث ما بغاوش ياخذوا لي حقي وما بقيتش غير مرغوب فيا حتى في هذه الدوله ديالي، انا غادي نمشي ندير اللجوء السياسي ولا ندير طلب اللجوء الانساني ولا لحقاش وليت مهدد في بلادي. واش انا ماشي مغربي؟ انا دافعت على المغرب، دافعت على الرايه، دافعت على البلاد في جنوب المغرب مع الانفصاليين، دافعت على جيت لهنا الخريب كاع خدام عمري ما ظلمت شي واحد. المساطير ديالي تنديرها مزيانين، تندير الوحيد واقيلا اللي تندير البحث والتحري. هاد الناس ملي ما بغيتش ندخل معاهم اللعبه ديالهم يبداو يهدوا لي، يخرجوا لي على حياتي، يخرجوا لي على المستقبل ديالي، يخرجوا لي على كل شيء، وفي الاخر يبداو يهدوا لي في عائلتي. انا راه تنطالب باش نتحمى وعندنا الثقه في القضاء. لحقاش القضاء ما غاديش نلوموه باش خويا توضع ولا باش غادي يزوروا الوقائع ولا هذا، حقاش بحكم الثقه
اللي توضع القضاء في ضباط الشرطه القضائيه تيعتمد على المحاضر ديالهم، هما تيستغلوا الثقه وتيبداو يزوروا في الوقائع ويبداو يبصموا عباد الله تحت الضرب والعصا، ولا تيدوروا صباعهم ويديروا لونكرور في هاد البلاصه ويحطوا الصباع. وكاينين طرق بزاف اللي تيديروا الناس منا تيصلبوا بنادم في الجيول تيمحنوه باش يبدا يسني على هادشي. راه ماشي، راه حنا دخلت لهاد الدومين استقلت من التعليم وكملت قرايتي، دخلت لهذا الدومين كحب فيه باش ندافع على المواطنين ونطبق القانون، ماشي باش نظلم الناس. واش نظلم الناس عاد باش نكون من جهتهم؟ انا الخدمه ما بقيتش باغيها. انا المطالبه بحقي انك تنطالب بحقي باش يتنصفني الدوله وينصفوني المسؤولين. كنت نطالب انا بحث يتحل، يتفتح بحث غادي يتفتح، غادي تبان من الاول ديالو، غادي تبان الحقيقه. يرجعوا لصال الترافيك غادي يلقاو الريجستر اللي مكتوب فيها، غادي يلقاو بان كاع الوقائع ما كايناش. ما يمكنش باش ينصفني القضاء وما يبقاوش شادين في التعسف ديالهم. هما خافوا يتفضحوا، دابا ولاو تيهدوني بخوتي. الوالده عندي فيها السكر، ما ولات تطيح وتتنوض. الوالد انا ديالي ولا مخلوع تيبكي، ولينا خايفين على خوتي. هادشي راه حرام، هادشي راه الظلم. راه حشومه هادشي تكون في الدوله ديال دوله اسلاميه ودوله ديال الحق والقانون ودوله ديال المساواه وديال التمييز. لا اله الا الله. انا مني تعرضت للظلم وجوعوني وداروا، هي التجت باش درت الكلوه ديالتي بغيت نبيعها باش نحمي الاسره ديالتي وندبر لهم مستقبل، لحقاش ما بقاش عندي مستقبل مع هاد الناس. ومني كبرات عوض باش يتعاونوا معايا ويدار بحث هذا، ولاو باغيين يسكتوني، خايفين على راسهم يسكتوني انا، وبداو يصيفطوا في خوتي، بداو يظلموا في الناس، يصيفطوهم للحبس. اللهم انا هذا منكر. هادشي اللي غادي نقول.